القاهرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العالم النجم طارق لطفي، بطولة حنان مطوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عباس رشاد، محمد محمود وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم احمد ماهر، ياسر فرج، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان بإهداء الموسيقار الكبير هاني محمد. المخرج المساعد ميادة عثمان. العريس رؤية درامية وحوار سيد رشوان. إخراج علي عبد العالي. الحمد لله سلام عبد بيه. حد كلمني وانا جوه يا شيف؟ ايوه الدكتور رفقي وكيل الوزاره ومدحت شوقي معد برنامج التوك شو بتاع المذيع اللي اسمه محمد صفوان. والبرايفت يا شيف، البرايفت الحاجات دي بقولها لي بعدين. انا خارج من جوه يا دوب قادر اكلمك بالعافيه، ارحمني. شاهد هاني كلمت مرتين وبلغتها ان حضرتك جوه في الرئاسه. طيب اوكي، اطلع يا عبد الفتاح. حد تاني كلمني يا شيف؟ لا يا فندم، مفيش حد تاني اتصل بسيادتك على التليفون البرايفت. طب الخير مواعيدي بكره كلها. خير يا فندم، حضرتك عندك موعد تاني بكره في الرئاسه؟ ما كفكش ال7 ساعات بتوع النهارده يا شيف؟ عايز ناجي بكره تاني ولا ايه؟ لا ربنا يديني المحبه والثقه والموت يا فندم. تعرف يا شيف، السلطه زي الست اللي بتحبها، الاتنين حبلهم واحد. لازم تعرف امتى تشد وامتى ترخي، امتى تقرب وامتى تغيب شويه. انما لو لزقت وافتكرتها شطارة هيتقام عليك يمين طلاق ومش بعيد تتخلع خالص. يا سلام على حكمة سعادتك يا عبد بيه، هي دي سر نجاح سعادتك. بنتعلم من جنابك والله يا فندم. انا بكره الغي كل مواعيدي عشان محتاج ارتاح، فعلا محتاج ارتاح. ده البرايفت؟ ايوه يا فندم، مش احنا هنا. طب هات حبيبة قلبي، حبيبة بابا. يعني خرجت من الرئاسة وما كلمتنيش يا سيادة الوزير؟ لا بابا مش قد زعلك يا حبيبتي، انا لسه دوب خارج حالا. لسه سيف قايل لي انك كلمتيني مش هعطل حضرتك، بفكرك بس بميعاد بكره. ميعاد ايه يا سيف؟ انت نسيت يا بابا؟ معقولة؟ دي حاجة تتنسي برضه؟ قصدها ميعاد العريس يا باشا. العريس. طب مش تقولي تفكرني لما قلت لك الغي كل مواعيدي بكره يا انا اتصورت يا فندم ان ميعاد ضيفت ومش محتاج افكر حضرتك بيه. بابا انت معايا الخط؟ معاك يا حبيبي بابا، انا بس كنت باكد على سيف يلغي كل مواعيدي بكره عشان خاطر الميعاد ده بالذات. يا حبيب قلبي وروح قلبي انت. قولي لي اخبار الشغل ايه بقى؟ لا بقول لك ايه، احنا هنلغي لما ترجع البيت. يلا سلام. بنت ما تتأخرش يا عبد بيه احسن ماما تعمل لك استجواب. يلا باي. مع السلامة يا لحظة. يا سلام عليك يا باشا، حضرتك ما تبقاش كده لو انت بتكلم الهانم الصغيرة. اعمل ايه بس، يومي كله رسميات، بروتوكولات واعلام واضواء وصراعات فوق الترابيزة وتحت الترابيزة.
على طبيعتي امتى ومع مين وجي مع بنتي الوحيدة اللي ما طلعتش من الدنيا الا بيها. ربنا يخليها لك يا عبد بيه. بس كده يبقى طار يوم الراحة يا السيف. طب نلحق نخليها من راحة مؤقتا يا باشا؟ لا حتى ده ينفع. يا دوب الليلة الحق اقعد معاك عشان ترسيني على الواد اللي جاي بكرة ده from A to Z. وانا جاهز ونذاكر يا باشا. نذاكر ايه بس يا راجل؟ ده عارف واد صاحب عمرك برضه. ده انت ركبك عمالة تخبط في بعضها تك 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 زي التلميذ الخيباني اللي عنده امتحان بكرة وما فتحش كتاب. مش محتاج افتح كتاب يا ابني. يا سلام يا عيني على الثقة. ده انا ذاكر بقى وانا مش عارف. طبعا يا ابني ما تقلقش في الوسط. عابد ميري ده بعلاقاته بتاريخه بمداخله بمخارجه بمفاتيح شخصيته بصداقاته ببركانه اتشطب عندي كده على ارض مخي. افهم يا دكتور باهر، عابد ميري فيروس لو ما خدتش بالك منه كويس ممكن يضرب لك الارض ديسك ويمكن يفرمط لك حياتك كلها يا صاحبي. ما بلاش الشغل اللي صار بتاع الصحفيين ده معايا يا فؤاد. طب تقدر تقول لي بقى قلقان ليه متوتر لما هو الموضوع بسيط وسهل قوي كده؟ طب امر جميل وكلامك اغرب يا اخي. مش رايح هخطب يا فؤاد، انما ده مش معناه اني مرعوب من مقابله عابد ميري. لا طبعا مرعوب، ومش هيجيلي منه ليلاتي لحد ما يقابل سعادتك بكره. دي مقابله مصيريه في حياته وهو مدرك كده كويس. ايوه بس ما تنكرش ان عنده قدر كافي من الثقة بالنفس. ليه يطلب مقابلة عابد ميري عشان يتجوز بنته الوحيدة كده من غير ما يسبق بتوصية او شفاعة من حد؟ يبقى مجنون، يا مجنون يا اما حد مش سهل ابدا. بص انا عارف ان عابد ميري مش سهل. ده هيعصرك بكره لحد ما ينزل منك بفارين صغيره. هيبقى من حقه طبعا محدش يقدر يلومه، دي بنت الوحيده ولازم يعرف مين اللي هياخدها منه. بص هو جه وهلعبه معايا طول بقى بشر انا اللي هكسبه. عابد ميري ما قداموش حل تاني غير انه يوافق على جواز شهد بنته من باقي 63. انا عريس نقطه يا ابني، ولا انت مش عارف مين صاحبك ولا ايه؟ انا عارف انه عريس نقطة لاي بنت، دكتور علوم سياسية في الجامعة الامريكية، مرتبه مش بطال، مصحح $1,000,000 في البنك بعد كام سنة غربة في الخليج، شقة بالحق في المهندسين، عربيته موديل السنة دي، يعني مؤهلات تخلي اي اب يوافق عليه من غير حتى ما يشوفه. لكن سعادتك مش اي اب ولا شاهد خانم اي عروسة. يا ترى بقى هو فاهم كده؟ الاهم هو فاهم مين عابد ميري ولا لا؟ فاهم وحافظ اللي هتقوله. تحب اسمعنا؟ عابد ميري مش مجرد وزير في حكومة. عابد ميري اتغير عليه 4 رؤساء حكومات وهو لسه قاعد في منصبه. عابد ميري اهم من اي رئيس حكومة، والرئاسة عرضت عليه رئاسة الحكومة اكتر من مرة وهو اللي بيرفض. يمكن ده بقى سبب شعبيته في الشارع لدرجة انه بيفوز بكرسي البرلمان في دائرته بالتزكية. انت عارف ان قبل ما اكون رئيس تحرير لجريدة خاصة اشتغلت 15 سنة محرر برلماني، يعني اعرف الراجل ده عن قرب. باختصار كده لو عاوز تعرف تاريخ مصر الحديث اعرف تاريخ عابد ميري. يا راجل مش قوي كده. قصدك يعني علشان بيشتغل في السياسة من ايام الاتحاد الاشتراكي وكان مخلص جدا للفكرة المصرية ومن المبشرين بالقومية العربية، وبعدها انضم للحزب ايام السادات وروج لسياسة الانفتاح ودافع عن كامب ديفيد بصرامة. بس دلوقتي بقى مش محتاج لا يبشر ولا يروج ولا يدافع. ايوه فعلا عندك حق، تقدر تقول كده انه بيبني ثمار مجهود السنين. اخرك حتة صحفي يا فؤاد حلوان، دماغك اخرها كده حتى لو كنت رئيس تحرير اكبر جريدة خاصة في مصر. الله طب ليه الغرض ده يا دكتور؟ السياسي في مصر عمره ما بيعيش حالة على تاريخه ابدا. مفيش شيء مجاني في البلاد. السلطة وحش اسطوري ما بيشبعش. يوم ما تتوقف عن تقديم القرارين يوم ما تقعد في الحكم، ولازم تتظاهر بفقد الذاكرة علشان لو اكتشفوا انك بتملك ذاكرة هيسفروك لندن. وانت بقى عارف لندن
البلكونه لندن. يا سلام. طب وبقائه في منصب وقرب من البيت الرئاسي ده في مصادر بتاكد لي انه بيشارك في التشكيل الوزاري والقربان اللي بيقدمه عابد ميري لوحش السلطه الاسطوري عشان ياخد كل ده. عابد ميري شايل على كتافه الحمل الكبير جنرال ومهندس اهم ملف في مصر في 2010. انت مصدق بقى الاشاعات اللي بتتقال؟ ايه مصادرك يا جناب انت؟ دي مش اشاعه، دي حقيقه. في ناس بتتعب وبتشقى عمرها كله علشان تسيب في الاخر لولادها شويتين في البلد او عماره او دفتر توفير في البسطه، وفي ناس تانيه طموحها تسيب لولادها بلد بحالها. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إنشاء الموسيقار الكبير هاني محمد. المخرج المساعد ميادة عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار سيد رشوان. العريس. علي عبد العال.